اذكر يا رب داود وكل مذلته، كيف أقسم للرب ونظر لإله يعقوب. إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي نوما لعيني، ولا نعاسا لأكفاني، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في أفراته، ووجدناه في موضع الغابة، لندخل إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك. كهنتك يلبسون البر، وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم أيضا يجلسون إلى الأبد على كرسيك. لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له. هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد، ها هنا أسكن لأني أردته. لطعامها أبارك تبريكا، لمساكينها أشبع خبزا، لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحي. لعدائي ألبس الخزي، وعليه تزدهر قداستي. هللويا. اذكر يا رب داود وكل مزلته، كيف أقسم للرب ونذر الإله يعقوب. إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي نوما لعيني، ولا نعاسا لأكفاني، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. يا رب يسوع المسيح، إن نسيت الأم رضيعها فأنت يا رب لا تنسى. فأطلب منك أن تكافئني كما كافأت داود الذي في محبته أقسم ونظر الله أن يبني له بيتا، لأن داود كان يسكن في بيت عظيم، أما الله فيسكن في خيمة. فهذا يبين محبة داود لك. وبنى سليمان الهيكل على الرغم من أن داود هو الذي كان قد أعد كل شيء للبناء، وأتم نذر أبيه كما أسس المسيح الكنيسة هيكل جسده. يا رب يسوع المسيح، ساعدني أن أجد موضعا لراحتك فيا، ولا يهدأ قلبي حتى أهيئ لك مسكنا في قلبي وفي قلوب كل من هم حولي، كما كان بولس الرسول وهو في السجن يبحث كيف يجد لك محلا في قلوب من حوله. ولا أرتاح أبدا يا رب إلى أن أفي نزوري قدامك، أنا عبدك الخاطئ. ها قد سمعنا به في إفراته، ووجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. يا رب يسوع المسيح، علمني أن أبحث عنك في كل مكان أجدك فيه، كما كان داود يتتبع تابوت العهد من مكان إلى مكان، من أفراته للغابة. أبحث عنك، أين ترعى، أين تربض. عند الظهيرة لآتي هناك وأجلس عند قدميك، ففرحي يكمل عندما أتلذذ بوجودك وأسجد لك، أنا عبدك الخاطي. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك. كهنتك يلبسون البر، وأبرارك يبتهجون. يا رب يسوع المسيح، أفرح أن أجدك يا رب في كنيستك التي هي بيتك، تقدس الكهنة وتعطي بهاء للإكليروس، حيث التسابيح والتماجيد وشفاعة القديسين لنا نحن مسحائك الذين اعتمدنا ولبسنا المسيح. بارك يا رب كنيستك بوجودك فيها باستمرار لا تتخلى عنها. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. يقول داود النبي بروح النبوة مترجيا الله الذي وعد أن يقيم سليمان ابنه ملكا بعده، ويباركه ليبني ويدشن الهيكل. وإن كان كاتب المزمور هو سليمان، فهو يترجى الله متشفعا بأبيه داود الذي كان قد مات وقت ذاك، حتى لا يرد وجه مسيحه أي سليمان نفسه، ويباركه ليبني ويدشن الهيكل. دائما يا رب اقبل شفاعة العذراء والقديسين من أجلي، أنا عبدك الخاطئ. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، ليجعلن من ثمر بطنك على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم أيضا يجلسون إلى الأبد على كرسيك. لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له. هذا هو موضع راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني أردته.
أنا أتمسك يا رب بوعودك الإلهية كما تمسك سليمان بوعدك لداود أبيه، فوعودك صادقة وأمينة، وشرط جلوس نسل داود على عرشه إلى الأبد حفظهم عهد الله وشهاداته. والمسيح جلس على كرسي داود أبيه، وسيظل يملك على قلوب المؤمنين به إلى الأبد في ملكوت السماوات. لطعامها أبارك تبريكا، ولمساكينها أشبع خبزا، ولكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحي، لأعدائه ألبس الخزي، وعليه تزدهر قداستي. يا رب يسوع المسيح، أنت تعطيني الغذاء الروحي، كلامك في كتابك المقدس وجسدك ودمك الحقيقي لأشبع بهما. قم يا رب خلصني وخلص شعبك، ولتهرب من أمام وجهك الشياطين، وتخزى كما خزيت يوم قيامتك. نحن يا رب أولادك، عندما نتزكى أمامك تكللنا بإكليل القداسة بنعمتك يا رب، فنعمتك يا رب تؤازر وتكلل جهادنا. يا رب يسوع المسيح، أنت هو قرن داود الذي نبت، أنت هو السراج الذي ينير للعالم. إبليس اندحر واليهود تشتتوا، وملكت أنت يا رب على كنيستك، وصار جسدك بعد القيامة يشع مجدا، وازداد ازدهارا ووضوحا، كما قال بولس الرسول: تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة، وعليه تزدهر قداستي. أشتاق أن تملك على قلبي وقلوب أولادك، أنا عبدك الخاطئ.